تعتبر عائلة مقداد مؤسس قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال من أشهر العائلات في الأردن وفي العالم العربي. كيف لا، وجيل كبير كبر وتربى مع هذه العائلة وعلى أنغام الأناشيد التي ينشرونها. الكل يعرف العائلة فردا فردا، حتى أنهم أصبحوا جزءا من تكوين العديدين، وأصبحوا يدمنون متابعة تفاصيل حياة كل فرد من عائلة المقداد، حتى أن المقتديين لم يبخلوا على محبيهم وفتحوا قنوات على منصات يوتيوب لمشاركة تفاصيلهم، إضافة إلى فتح مواقع التواصل التي أصبحت تقربهم أكثر من متابعيهم. مؤخرا شارك أفراد عائلة مقداد صورا من حضورهم لحفلات زفاف لمقربين لهم، حيث نشر الابن البكر وليد مقداد بوست بمجموعة صور له مع زوجته وشقيقه معتصم، وكتب عليه مساء الجمال، فيما شارك أخوه معتصم بوست مع شقيقته جنى مقداد أرفقه بعبارة يا هلا بموسم الأعرس، وكالعادة جنى رفيقتي بكل الطلعات. ورغم أن المنشورات عادية بالنسبة للأغلبية، إلا أن أتباع مذهب الشيعة اعتبروها مستفزة وتنتهك حرمة شهر محرم، خاصة ونحن بعاشوراء، حيث عرفت المنشورات السابقة الذكر تفاعلا رهيبا في التعليقات وهجوما كبيرا على عائلة المقداد، رغم أنهم لم يسيئوا لأحد، كما لا يوجد دليل أن الشرع يحرم من الاحتفال والزواج في هذا الشهر، لتصبح مساحة التعليقات هناك سجالا بين المتابعين وصلت حد القذف والسب في الأعراض، فيما غاب أي موقف أو رد فعل لأصحاب المنشورات، والظاهر أنهم لا يرغبون في أن يكونوا جزءا من هذا الخلاف الغير مبرر. وهذه ليست المرة الأولى، فسبق وأن أثار حفل زفاف الوليد مقداد الذي تصادف أيضا مع عاشوراء حملة غضب وسخط من الشيعة الذين اعتبروا أن اختيار هذا اليوم للزفاف غير لائق وانتهاك لحرمة عاشوراء.